دفاع نادي سموحه، يطلع تاني دفاع فريق سموحه للامام، تمشي الكره الثانيه طويله اماميه لصالح هاني العجيزي. شوف تحول الهجوم ازاي، هاني العجيزي يا ولد فايق جدا. هاني هيلعب في اليمين عن طريق علاء علي، عاوز يخش لجوه، علاء مش طالب لجوه، طالب لبره. علاء علي يدخل لجوه عشان يشوط، لكن موجود الزياده العدديه لصالح النادي الاهلي. ادي الثلاثه المهاجمين اللي بنتكلم عليهم ان هم دايما موجودين. يا سلام على التمريره، مش ممكن هدف تاني، مش ممكن، يا نهار ابيض، مش ممكن. حمودي للتاني، حمودي للتاني يا ولد على نادي سموحه، مش ممكن سموحه هدفين في اول حوالي 33 دقيقه من انطلاقه الشوط الاول يسجل حمودي. انما شوف الباص، في مشاكل بالجمله على الخط الدفاعي للنادي الاهلي. انا قلت هذا الكلام من اول الدقائق. وادي التمريره، وادي حماده صدقي يشرب الميه ويتبسط من الاداء. مجموعه ممتازه موجوده مع نادي سموحه الحقيقه، وتالق كبير جدا على المستوى الفني. لما اشوف الاربعه واقفين ازاي يا جماعه، واقفين فلات واتضربوا نتيجه ان في لعيبه بتعرف تمرر كويس، نتيجه ان في لعيبه بتعرف تخترق كويس. بص الولد ده ملوش حل، بص حاطط الكره ازاي، مش ممكن. ابراهيم عبد الخالق ولد معلم كبير في نص الملعب. بص الباصه عامله ازاي، هايله. ده جاب سجاده ايراني رأس الحربة هاني العجيزي بأنه هو بينزل في نصف الملعب. بنشاهد هنا في لقطة يعني 6 لاعبين من النادي الأهلي في نصف الملعب و8 لاعبين من سموحة. لما تيجي تحسبها كده، إذن في الخلف في 4 لاعبين من الأهلي ضد 2 لاعبين من سموحه. فالمفروض يكون التمركز لمصلحه الاهلي. اندفع عاشور في قلب الملعب، فاصبح هناك 3 ضد 2 مع لاعب الكره، اصبح 3 ضد 3. الوضع يبقى غير امن، وبالتالي الهجمه المرتده شكلت صعوبات كثيره. هاني العجيزي بينزل لتحت عشان يستلم، الجبهه الخلفيه واليمنى مفتوحه. حمودي هنا لو استلم الكره دي اكيد اول فرصه في المباراه، لو استلم الكره هو لاعب ايسر، لو استلم الكره على العمق كانت هدف مبكر، ولكنه اخطا واستلم الكره ووضع الكره على قدم اليمنى، فضاعت منه فرصه مؤكده قبل الاهداف. هذه اول فرصه في المباراه لسموحه، لكن اول الاهداف سجلها اللاعب الماهر احمد حمودي في الدقيقه 24 بعد عدد من التمريرات المميزه من لاعبي فريق سموحه الذين اوصلوا لاعبهم البارع الى شباك شريف اكرامي. مره اخرى عاد حمودي بعدها بدقائق قليله ليضيف الهدف الثاني لفريقه اثر اختراق ضرب من خلاله دفاع الاهلي، واضاف من خلال احمد حمودي ثاني اهداف فريقه وثاني اهدافه في المباراه بعد ان خدع شريف اكرامي الذي توقع ان يمرر حمودي الكره لزميله، لكنه وضعها بيسرى. خلى النادي سموحه يؤدي بشكل كبير ده هو لعيبه النادي الاهلي. لعيبه النادي، بص لو مسكنا حاله زي دي هنلاقي اكتر من 20 لعيب في مربع، مثلا 30 في 30 20 لعيب. اذا الوظائف بتاعت اللعيبه هنا العشوائيه في الاداء التكتيكي باينه جدا، مفيش وظائف، مفيش حركه. ده حارس المرمى اللي هيشوط الكوره. شوف دفاع النادي الاهلي متمركز فين، ودفاع بتاع فريق سموحه متمركز فين، ومجموعه من اللعيبه حوالي 12 13 لعيب موجودين في الدايره بتاعت نص الملعب. اذا عشوائيه الاداء او العشوائيه التكتيكيه هي كانت فرضه اسلوبها، والعشوائيه التكتيكيه تفوق فيها حماده صدقي ولعيبته زي ما كنت بنتكلم واحنا بنتكلم عاشور. فرق شاسع في التأمين الدفاعي على طرف الملعب، فرق شاسع في المساعدة الهجومية، ده ما كانش موجود لأن يمكن عاشور تحمل كل شيء في ظل أن وسط الملعب كان فارغ خالص. كل هذه الثغرات هل هي بسبب غياب احمد فتحي كابتن؟ لا خالص، لا خالص. احنا بنتكلم على قوه في التيم. احنا اتكلمنا في البدايه قلنا ان تيم سموحه اقوى تيم موجود في مصر كجماعيه، كاداء، كعناصر موجوده. حتى دكه البدلاء لدي بعض اللاعبين اللي موجودين في الشوط الثاني ممكن يغيروا له الشكل العام بتاع الطريقه من شكل دفاعي يمكن في نص الملعب شويه، ده هنتكلم عليها يعني. طيب عندما نتحدث عن سموحة نوع في طريقة وصوله إلى مرمى فريق الأهلي، حتى في طريقة المرتدات نوع. ترى يصل بشكل هادئ من المرتدات مثل ما شاهدنا في الهدف الثاني، ترى يصل بشكل سريع جدا. وكمان عماد متعب ممكن تخليهم مشاكل في الشوط الثاني بشكل هيتعب منه كتير كابتن حماده صدقي. عشان كده اعتقد ان المشكله الاكبر لسموحه هي في قلبين الدفاع، ولكن في اعتقادي ان كابتن حماده عنده بره من دكه البدلاء ما يساعده كابتن اسامه ان هو يغير حتى في الشكل. يعني عنده معتصم سالم ممكن يسحب لعيب زي احمد حمودي، المجهود البدني بتاعه في نهايه كل مباراه بيقل، يلعب ب 3-5-2. عنده عبد الله الشحات يلعب في نص الملعب كلاعب وسط ملعب ممتاز. عنده احمد حمص لعيب صغير السن امكانياته عاليه جدا كلاعب مدافع. عشان كده في اعتقادي ان الاوراق الموجوده عند فرقه سموحه تعطيه ان هو يلعب بشكل دفاعي او يلعب بشكل هجمه مرتده زي صامويل اوسو. النادي الاهلي لو رجعت على دكه بدلاء لم يعني عمال ابص عليه مفيش وليد سليمان.
وراجع من اصابه ومش بالمستوى الكامل